بيبدأ الفيلم بشاب اسمه بول هو لسه صاحي من النوم وبيكون متأخر على ميعاده لأنه رايح يقدم على الشغل في مطعم. فبيقوم يلبس هدومه وبيروح للمطعم، وهناك بيلاقي ناس كتير واقفين في طابور عشان يقدموا على نفس الوظيفة. وقتها بيجي راجل عجوز يتكلم معاه وبيقول له أنا كنت الدكتور بتاعك في الجامعة. فبيستغرب بول من كلامه، بيقول له أنا أول مرة أشوفك وأكيد أنت تقصد حد تاني. فبيعتذر له الراجل العجوز وبيسيبه وبيمشي. ولما بيروح بول عشان يقف في الطابور بتاع الوظيفة بيجي كلب وبيسرق منه السكارف بتاعه وبيجري. فبيجري بول وراه لحد ما بيوصل لشارع فاضي وبيلاقي قدامه باب مكتوب عليه مطلوب موظفين. فبيقرر يدخل لانه محتاج اي وظيفة، وهناك بيلاقي بنت قاعدة عشان هتقدم على الوظيفة يا كمان، وبنعرف ان اسمها صوفي. فبيتكلم معاها وبيسألها الوظيفة دي عبارة عن ايه، لكنها بتتجاهل كلامه عشان عاوزة تركز في الاعلان اللي الشركة عاملاه على التلفزيون. فبيقعد يتفرج معاها وبيعرف ان الشركة اسمها ويلز، ودي شركة مخصصة للأعمال السرية. وقتها بيجي واحد من مديرين الشركة اسمه تانر وبينادي على بول عشان يحضر الانترفيو. فبيستغرب بول ازاي هو عارف اسمه مع انه أول مرة يقدم في الشغلانة. ولما بيدخل الانترفيو بيقابل المديرين وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم انه محتاج الوظيفة ديت عشان عايش مع صاحبه نيفل في شقة واحدة، وللأسف عليهم إيجار لازم يدفعوه وإلا هيطردوا من الشقة. فبينهم على المقابلة وبيرجع بول للبيت وبيبدأ يحكي لصاحبه نيفل على اللي حصل. وطبعا بيكون متوقع انه مش هيتقبل في شركة ويلز، لكنه بيتفاجئ بجواب بيتحدف من الفتحة بتاعت الباب وبيكون مكتوب فيه مبروك اتقبلت في الوظيفة. فبيستغرب جدا ازاي الشركة عرفت عنوانه مع انه ما قالهمش على اي بيانات. بس من شدة فرحته بيتجاهل الموضوع عشان بقاله فترة كبيرة قاعد من غير شغل. وتاني يوم بيروح بول للشركة وهو متحمس، ولما بيوصل بيقابل روزي موظفة الاستقبال وبيبدأ يسألها الشغل بتاعه يكون عبارة عن ايه، لكنها بترفض تعرفه. وبيجي المدير تانر وبياخده في جولة جوه الشركة وبيبدأ يعرفه على القواعد، وهي إن ممنوع يقعد دقيقة واحدة في الشركة بعد انتهاء مدة العمل، وممنوع يتدخل في شغل أي حد أو يعترض على أي قرار. وقتها بيشوف بول الراجل العجوز اللي كلمه في أول الفيلم وبيلاحظ إن الراجل ده بيبصله وكأنه عارفه. وبعد شوية بيدخله المدير تانر في غرفة الأرشيف بتاعة الشركة وبيسيبه يقعد مع صوفي البنت اللي قابلها في يوم الانترفيو. ولما بيمشي بيتكلم بول مع صوفي وبيقول لها ان لحد دلوقتي معرفش طبيعة الشغل. فبترفض صوفي ترد عليه ومش بتتكلم معاه ولا كلمة. وفجأة بيشوف تنين صغير ماشي على الارض فبيترعب منه، ولما بيحاول يمسكه بيشوف موظفة الشركة وبتديله مجموعة خرايط وبتطلب منه هو وصوفي يحددوا على الخريطة مكان حاجة اسمها البوكسايت. فبتبدأ تشرح له صوفي ان البوكسايت ده عبارة عن معدن بيتم استخدامه في صناعة الألمونيوم. فبيستغرب بول من كلامها وما بيكونش عارف ازاي يحدد مكان المعدن على الخريطة وهو اصلا ما يعرفش شكله ولا مكانه. ولما بيجي ميعاد البريك بيخرج من الأوضة هو وصوفي عشان يتغدوا، ولكن بتيجي واحدة من مديرين الشركة وبتاخدهم للحديقة، وهناك بتوريهم بنت قاعدة بتقرأ رواية وبتطلب من صوفي انها تقف بعيد وتركز على الكلام اللي مكتوب في الرواية. واول ما تشوف اسم بطلة الرواية تشاور بايديها. فبتستغرب صوفي ازاي هتشوف الكلام اللي في الرواية وهي واقفة بعيد اصلا. وفجأة بتلاقي نفسها قدرت تقرأ افكار البنت اللي بتقرأ الرواية. واول ما بتسمع اسم بطلة الرواية بتشاور للمديرة زي ما قالت لها. فبتحرك المديرة ايديها وبيقع شاب في النافورة، وساعتها بتروح البنت اللي بتقرأ الرواية عشان تساعده وبيبدأوا هما الاتنين يتعرفوا على بعض. فبتروح المديرة تهني صوفي عشان نجحت في المهمة وبتشرح لها ان والد الشاب ده دفع فلوس لشركتهم عشان يساعدوا ابنه انه يتعرف على بنت، ودلوقتي هما نجحوا في المهمة ديت. فبيتصدم بول من اللي حصل وبيسأل المديرة هي ازاي صوفي قدرت تعمل كده. فبتقول له ان صوفي عرافة وبتقرأ الافكار. وبعدها بيرجعوا للشركة وبتقول لهم المديرة ان الشركة مسؤولة عن اعمال السحر والظواهر الخارقة ووظيفتهم يساعدوا الناس في تحقيق امنياتهم مقابل الفلوس. وبعد ما بتخلص كلامها بتقول لبول يرجع للمكتب لوحده لانها تاخد صوفي عشان تقرأ افكار الناس. ولما بيرجع بول للمكتب بيفتح الخريطة عشان يحدد مكان معدن البوكسايت، واول ما بيمشي ايده على الخريطة بيحس بكهرباء في ايده كل ما يوصل لمكان معين. فبيجي ويلز صاحب الشركة وبيهنيه عشان اكتشف قدراته وبيفهم انه عنده قدرات بتخليه يكتشف كل الحاجات المخفية. وبعدها بياخده على مكتبه وبيجي المدير تانر فبيعرفهم ويلز انه ضاع منه باب سحر متنقل، والباب ده موجود في الشركة واحيانا بيختفي، عشان كده بيطلب من بول انه يدور عليه وما يقولش لحد نهائي. فبيوافق بول وبيوعده انه هيلاقي الباب. ولما بيخلص شغله بيرجع للبيت وبينام، وفجأة بيظهر باب سحر في الحيطة
ساعتها وبيختفي. وساعتها بيصحى بول وبيلاقي واحد واقف قدامه وبيقول له ان اسمه كاسيمير وانه واحد من مديرين الشركة اللي بيشتغل فيها، وبيسأله اذا كان ويلز صاحب الشركة كلفه بمهمة ولا لا، فبيكذب عليه بول وبيقول له لا. وقبل ما يكمل كلامه بيقطعه كاسيمير وبيقول له انت بتكذب، وبيستخدم السحر بتاعه على بول وبيطول له رجله وودانه عشان يضغط عليه وبيقدر يخليه يعترف بموضوع الباب السحري. فبيعرفوا كاسيمير ان كل اللي حصل دلوقتي ده حلم ومش حقيقي، وبعدها بيسيبه وبيمشي. وثاني يوم بيروح بول للشركة وبيدور على الباب السحري في المخزن، فبيجي المدير تانر وبيزعق له عشان دخل المخزن وبيأمره انه يخرج فورا وما يدخلش هنا تاني. بنروح بعدها لسوفي وهي في الشركة مع المديرة وبتعرف منها ان والد ويلز صاحب الشركة اختفى هو والد تانر في ظروف غامضة، ومن ساعتها ويلز وتانر بيتصرفوا تصرفات غير طبيعية وكمان بيتسببوا في كوارث في العالم. ولحد دلوقتي هي مش فاهمة ليه شغلوا بول في الشركة، فبتقول لها سوفي ان بول شاب طيب وعاوز يشتغل مش اكتر، وبيبان من كلام سوفي انها زهقت من الشغل في الشركة ديت. وبعد شوية بيروح بول لمكتب تانر وبيسمعها وهي بتتخانق معاه وبتقول له انها عاوزة تستقيل من الشركة لانها حاسة انها مش على طبيعتها وانهم بيتحكموا في مشاعرها، لانها لاحظت ان كل الحاجات اللي بتكرهها بقت بتحبها بدون اي سبب. فبيرفض تانر وبيقول لها انها ماضي عقد وما ينفعش تسيب الشغل. وساعتها بيدخل بول عليهم وبيرفضوا يتناقشوا في الموضوع قدامه وبيمشوا. وتاني يوم بيروح بول للشركة وبيشوف كاسيمير اللي جاله في الحلم وبيكون خايف جدا منه، بس كاسيمير بيطمنه انه مش هيعمل له حاجة وبعدها بيسيبه وبيمشي. بعدها بيروح بول المخزن عشان يدور على الباب السحري، وهناك بيحس كده ان في حاجة غريبة في المكان دوت، وبيتفاجئ ان المخزن عبارة عن بوابة بتنقله لمكان تاني فيه تماثيل كتير. فبيلاقي دباسة واقعة على الارض، واول ما بيقرب منها بيظهر له عفريت وبيشاور له على مكان الباب السحري اللي هو بيدور عليه. وفعلا بيلاقي بول الباب وبيدخل منه، فبيلاقي نفسه وصل للمكتب بتاع تانر وبيتفاجئ ان الباب اتحول لفوطة بيضة. وقتها بيسمع تانر وويلز وهما بيتكلموا مع مجموعة مستثمرين وبيقولوا لهم انهم عملوا تجربة سحرية على بنت وغيروا مشاعرها وتحكموا فيها، وبيطلع ان البنت ديت تبقى سوفي، وبيقرروا انهم يبيعوا التجربة ديت لأي حد عاوز يتحكم في الناس. فبيتصدم بول من كلامهم وبيفهم انهم اشرار وان هدفهم يتحكموا في الناس ويحققوا فلوس كتيرة، وبيعرف انهم حاطين كاميرا مراقبة في كارت الدخول بتاع الشركة. فبيقلع الكارت من رقبته وبياخد الفوطة وبيحولها للباب السحري مرة تانية، وبعدها بيدخل فيه وبيروح لسوفي وبيقلعها كارت الدخول اللي في رقبتها وبيحكي لها على كل اللي حصل. وعشان يثبت لها كلامه بيحول الفوطة للباب السحري وبيطلب منه يوديهم للسوبر ماركت. واول ما بيدخلوا من الباب بيلاقوا نفسهم في مكان عبارة عن متاهة ومليان ابواب كتيرة، فبيسمعوا صوت غريب وبيخرجوا بسرعة. وساعتها بيقرأ بول التعليمات اللي على الفوطة وبيعرف ان لازم يقول اسمه والمكان اللي هو عاوزه، وده عشان الباب ينقله للمكان اللي هو عاوز يروحه. فبتجرب سوفي الموضوع وبيروحوا للأهرامات في مصر، وساعتها بيحبوا الموضوع وكل يوم بيستخدموا الباب السحري وبيروحوا لأماكن كتيرة جدا في العالم. وفي يوم بيقعدوا يتكلموا مع بعض وبتقول سوفي لبول انها بتحبه بس مش عارفة اذا كانت دي مشاعرها الحقيقية ولا لا، وده لان تانر وويلز بيتحكموا فيها. فبيقول لها بول انهم لازم يدوروا على عقد الشغل اللي ماضينه عشان يقطعوا، يمكن يساعدها تتحرر من السحر ده وترجع لطبيعتها مرة تانية. ولما بيرجعوا للشركة بيجي تانر يتكلم معاهم وبيلاحظ رمل على الارض، فبيفهم انهم لقوا الباب السحري وبينصح بول يسلموا الفوطة اللي بتتحول للباب السحري في اسرع وقت، وبعدها بيسيبه وبيمشي. فبيفهم بول ان تانر عرف الحقيقة وانه ناولهم على شر، وساعتها بيروح هو وسوفي للأوضة اللي فيها العقود بتاعت الشركة وبيدوروا على العقد بتاع سوفي لكنهم مش بيلاقوه. فبتاخد سوفي عقد من الموجودين عشان تقرأه، وقبل ما تعمل كده بيسمعوا صوت صريخ جاي من الأوضة اللي جنبهم، فبيدخلوا فيها وبيلاقوا نار في كل مكان. فبيستخدم بول الفوطة وبيحولها للباب السحري، وبعدها بيطلب من الباب انه يوديه المكتب ويلز صاحب الشركة، ولكن الباب بيوديهم مكان تاني اسمه بنك الموتى. وهناك بتطلع صوفي العقد اللي اخدته وبتقرأه، وبتتفاجئ ان مكتوب فيه ان اي حد بيمضي على العقد بيسلم روحه لويلز وتانر. وبعدها بتمشي هي وبول من المكان، وفجأة بيلاقوا عفاريت قدامهم وبيطلعوا يجروا لحد ما بيظهر تانر قدامهم وبيطلع انه عفريت مش انسان. فبيؤمر بول انه يسلموا الفوطة فورا والا هيخلص عليه. وساعتها بيدخل ويلز وبيلومه عشان ما سلموش الباب من البداية، وقبل ما يكمل كلامه بتطلع صوفي الفوطة
الأوضة وبيفتحوا الباب السحري، وده من غير ما يحددوا المكان اللي عايزين ينتقلوا ليه، وبيدخلوا في الباب بسرعة عشان يهربوا. فبيقفل ويلز الباب، وبيطلع ان الشخص اللي بيقفل الباب هو اللي بيتحكم فيه، وبينقلهم لمتاهة الأبواب اللي راحوها قبل كده. وهناك بيلاقوا والد ويلز اللي اختفى من فترة، وبيقول لهم ان مفيش مخرج للمتاهة ديت الا لو كان معاهم الفوطة. فبيعرف منهم ان ابن ويلز اخذ الفوطة، وبيقول لهم ان ويلز هو اللي حبسه عشان يستولى على الشركة ويعمل اللي هو عايزه، وبيعرفهم ان معاه عقد لملكية روح ويلز، وانه ممكن يسيطر عليه ويجبره يطلعه من المتاهة ديت، بس للأسف لازم يروح لبنك الموتى عشان يوثق العقد هناك. فبيقرر بول يدور على أي باب خروج من الأبواب اللي في المتاهة، بس والد ويلز بيعرفه إن مفيش مخرج من المتاهة دي نهائي. فبيتجاهل بول كلامه وبيفضل يدور لحد ما بيلاقي باب الخروج، ولما بيدخلوا فيه بيلاقوا نفسهم قدام الشركة. فبيدخلوا الشركة بسرعة وبيروحوا المخزن عشان ينتقلوا لبنك الموتى ويوثقوا العقد هناك. وفي طريقهم بيشوفوا ويلز، وبتبدأ معركة بالسحر ما بينه هو وابوه. فبيستغل بول الفرصة وبيهرب هو وصوفي عشان يروحوا لبنك الموتى، وفجأة بيظهر العفاريت وبيمسكوا بول عشان ياخدوا منه العقد. فبتستخدم صوفي قوة التخاطر الذهني اللي عندها، وبتتواصل مع المديرة بتاعتها عشان تيجي تساعدهم. ولما بتوصل هي واصحابها بيلاقوا ويلز بيضرب والده بالسحر وبيتحكم فيه، وبعدها بيضرب صوفي وبيهدد بول انه هيخلص عليها لو ما سلموش العقد. فبيرفض بول وبيروح لبنك الموتى وبيسلم العقد للموظفة اللي هناك، وبكده بيكون والد ويلز قادر يتحكم فيه وبيخليه يحررهم. وبعدها بيحبس ويلز في متاهة الأبواب اللي هو كان فيها. ولما بيرجع بول بيفاجئ صوفي انه جاب لها العقد بتاعها، وبتفرح جدا، وبيخلص الفيلم. بيبدأ فيلمنا مع الصوت الراوي وهو بيحكي لنا عن العوالم المختلفة اللي موجودة غير عالمهم، اللي بتتجسد فيه الأرواح على هيئة حيوانات بيرافقوا البشر وبيكونوا كأنهم قطعة من روحهم. وبيقول لنا إن الغبار السحري هو الرابط بين العوالم دي، وإن العلماء اكتشفوا بوصلة سحرية بتساعدهم يشوفوا الحقائق المخفية عنهم، لكن الحكومة اتدخلت ودمرت كل البوصلات ما عدا بوصلة واحدة فضلت معاهم بشكل خفي، وشخص واحد بس اللي يعرف يتعامل معاها. وبنعرف إن الحكومة رفضت ذكر اسم الغبار في أي مكان لأنها بتشوفه شيء خطير. وبنشوف بعد كده بنت اسمها ليرا وهي بتلعب مع أصحابها وبيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا لبوابة الجامعة اللي عايشة فيها مع عمها اللورد أزاريل، ووقتها بتصرخ فيهم عشان يمشوا بحجة إن البوابة ملعونة، وبتقول لهم إنها هتجيب لهم رداء من الجامعة يلعبوا بيه بالليل. فبتدخل وقتها الجامعة مع رفيقها بان، وبنعرف وقتها إن رفاق الأطفال بيغيروا شكلهم لأي حيوان على عكس رفاق الكبير اللي شكلهم ثابت. لكن لما بتسمع صوت في الأوضة بتدخل تستخبى في الدولاب، وبتسمع رئيس الجامعة وهو بيتكلم مع واحد من مجلس الحكماء اسمه بافل، وبيكونوا بيتكلموا عن اللورد أزاريل عمها، وواضح إن بافل مش مقتنع بخطط عمها. وبعد ما بيمشي الرئيس بيحط بافل سم في إزازة الكحول عشان يسمم عمها، وبعد ما بيمشي بيدخل عمها مع رفيقه ستيل ماليريا، وقبل ما يشرب من الكحول بتروح له ليرا وبتكسر الكوباية وبتقول لعمها إن فيها سم، فبيخليها تدخل تاني الدولاب لأن مجلس الحكماء على وشك إنهم يتجمعوا في الأوضة. وبيعرض لهم أزاريل وقتها فيديو لشخص متصور في مملكة دببة الجليد، والغبار السحري نازل من عالم تاني زي عالمهم وبيدخل في جسم الشخص ده، وبيقول لهم إنه محتاج يحقق في الظاهرة دي بنفسه ويفهم حقيقة العالم التاني اللي نازل منه الغبار، ومحتاج تمويل عشان يروح هناك. لكن بافل وقتها بيكون متضايق من أزاريل جدا، خصوصا إن الكلام عن الغبار السحري أصبح ممنوع. وبعد ما الاجتماع بيخلص بينهرها عمها علشان دخلت قاعة الاجتماعات من غير إذن، فبتقول له إنها أنقذت حياته، وبيعرفها عمها إنه من بكرة هيسافر عشان يحقق في الظاهرة اللي حصلت. ولما ليرا بتسأله عن الغبار السحري بيقولها ما تتكلمش عنه أبدا. وبنشوف بعد كده ليرا مع صاحبها روجر على سطح الجامعة وبتكلموا عن الجوبلز اللي بيخطفوا الأطفال، لكن وقتها بتناديها الخادمة بتاعتها وبتقولها إن رئيس الجامعة عايزها. فبتروح ليرا لقاعة الاجتماعات وبتشوف رئيس الجامعة وهو بيلومها إنها ما حضرتش دروسها الأخيرة، فبتدخل عليهم وقتها ست اسمها كولتر وبنعرف إنها صديقة ليهم، وبتعجب كولتر بليرا وبتحكي لها عن مقابلتها لعمها أزاريل في مملكة الدببة، وبتقول لها كولتر إنها هتسافر الشمال بكرة وإنها محتاجاها معاها. فبتاخد كولتر إذن المدير عشان ترافقها في رحلتها. وبنشوف بعد كده بيلي وروجر وهما مستنيين ليرا جنب الجامعة، ولما بيطلع رفيق روجر علشان يشوف أوضة ليرا بيتفاجئوا وقتها برفيق كولتر القرد وهو بيهجم على رفيق روجر وبيخنقه، فبيترعب الطفلين. وبنروح بعد كده لمجلس الحكماء وهم عاملين اجتماع سري بيناقشوا فيه خطورة المهمة اللي هيقوم بيها أزاريل، وده لأن
لأن الغبار السحري بيشكل خطورة على الأطفال واللي بيتركز على رفاقهم، وعشان كده وجود كولتر مهم دلوقتي لأن فريقها قدر يتوصل للحل اللي هيحمي الأطفال من الأثر السلبي للغبار. وتاني يوم قبل ما تسافر ليرا مع كولتر بيجيلها رئيس الجامعة وبيديها البوصلة الذهبية وبيقول لها تعتني بيها كويس وما توريهاش لكولتر. وبتروح ليرا مع كولتر لمدينة الشمال وبيقضوا وقت ممتع سوا. وفي نفس اليوم بالليل بتحاول ليرا انها تكتشف البوصلة لكنها مش بتكون فاهمة بتشتغل ازاي. وفي يوم بتقعد كولتر تعلم ليرا، فلما بتتكلم ليرا قدامها عن الغبار السحري بتتضايق جدا كولتر وبتقول لها ما تجيبش سيرته تاني وبتقول لها تخلع الشنطة اللي لابساها. فلما ليرا بترفض بتقوم كولتر وبتكون عايزة تضربها وبيتهجم رفيق كولتر على رفيق ليرا وبيضربه هو كمان. فبتتضايق ليرا وبترجع لأوضتها هي وبين ومش بتكون فاهمة هي اتعصبت ليه لما اتكلمت عن الغبار. فبتروح ليرا بعدها المكتب كولتر وبتلاقي فيه أوراق مكتوب فيها إنها بتدير جماعة الجوبلز ومن ضمن الأطفال اللي خطفتهم بيلي وروجر أصدقائها. فبتتصدم جدا ولما بتخرج بتحاول كولتر إنها تلهيها لكن ليرا بتكتشف خدعتها وبتروح على أوضتها هي وبين وبتلاقي رفيق كولتر بيسرق البوصلة فبيخطفها منه بين وبيتحول لصقر وبيطير بيها من الشباك. فبتجري هي وبين في الشارع لكن بتلاقي 3 أشخاص بيطاردوها فبتهرب من زقاق ضيق لحد ما بتطلع في مكان واسع وبتلاقي حد بيرمي عليها شبكة وبيأيدها وبتكتشف إنهم جماعة الجيبشنز واللي من ضمنهم ماكوستا مامة صاحبها بيلي اللي اتخطف واللي بتطمنها وبتقول لها إنها كانت بتراقبها عشان تحميها من كولتر. وبيروحوا كلهم بعد كده للملك فا ملك الجيبشنز ووقتها بيقول لليرا إن طول الوقت ده كان بيحميها بأوامر من عمها وإنهم بدأوا يقلقوا عليها لما سافرت مع كولتر اللي اتأكدوا إنها تبع الجوبلز. ووقتها بتطلع لهم ليرا البوصلة اللي معاها فبيستغربوا لأنهم كانوا معتقدين إن كل البوصلات اتدمرت وبيقولوا لها إنها لو سألت أي سؤال ممكن البوصلة تجاوبها عليه. فبتسأل ليرا عن المكان اللي مخطوف فيه أصدقائها ووقتها بتشوف مبنى في القطب الشمالي وبيروح وقتها لقاعة كبيرة قاعد فيها الأطفال وبيكونوا بيكتبوا رسائل لأهلهم بيطمنوهم عليهم ما عدا بيلي اللي بيرفض يكتب أي حاجة غير الحقيقة. وبنشوف بعد كده كولتر وهي بتتكلم مع بافل وقلقانة من ليرا لأنها بتملك البوصلة وبتكون معتقدة إنها مش هتقدر تتعامل معاها. ووقتها بيجيب لها الحارس نحلتين آليين وبنعرف إنهم قادرين يحددوا مكان ليرا. وبنروح بعد كده للورد أزاريل اللي وصل للمكان اللي حصلت فيه الظاهرة ووقتها بيتهجم عليه قطاع طرق سماويد واللي بتكون بعتهم كولتر عشان يعيقوا مهمته لحد ما بيفقد الوعي. وعلى سطح السفينة اللي راكباها ليرا مع جماعة الجيبشنز بيهجم عليهم النحلتين فبتضرب ليرا واحدة منهم فبتخاف النحلة وبتهرب وبيمسك واحد من الجيبشنز النحلة التانية وبيحبسها وبيكونوا متأكدين إنها ألاعيب كولتر عشان تخطف من ليرا البوصلة اللي هتوصلهم لمكان الأطفال. وفي نفس اليوم بالليل بتقف ليرا مع صديقها بين على سطح السفينة فبتظهر لها فجأة ساحرة طيبة اسمها سرافينا وبتساعدها وبتقول لها إن الأطفال موجودين في مكان اسمه بولفانغر وإن قبيلة الترتار برفقة من الذئاب بيحرسوا المكان ده وإنه قريب من ترولساند اللي هيرسوا عليها. وبتقول لها إنها هتلاقي حد يساعدها في مهمتها على شاطئ ترولساند. وبعد ما بترسي السفينة على مينا ترولساند بتقابل ليرا شخص اسمه سكورزابي ورفيقته هيستر وبيعرض عليها المساعدة وبيعرفها على دب ممكن يساعدها في مهمتها. لكن لما بتقابل ليرا الدب بتعرف إنه دايما بيشرب الكحول وإنه كان ملك دببة بولفانغر لحد ما حارب دب تاني واتغلب عليه. ولما بتطلب منه يساعدها ضد الجوبلز بيقول لها إنه مش هيقدر يعمل ده من غير الدرع بتاعه اللي سرقه البشر. فبتمشي ليرا مع سكورزابي لكنها بتقرر تسأل البوصلة عن مكان الدرع بتاع يوريك وبتعرف إنه في مجلس الحكماء. فبترجع تاني للدب يوريك وبتقول له إنها عرفت مكان الدرع فبيروح بسرعة على المكان اللي قالت له عليه وبيقدر ياخد الدرع. لكن وقتها الشرطة بتحاصره وبيكونوا عايزين يموتوه لولا إن سكورزابي بيتدخل وبيحل المشكلة. وبيشكر الدب ليرا وبيقول لها إنه هيساعدها في مهمتها. وبنشوف على الجانب التاني بافل وهو بيتكلم مع رئيس مجلس الحكماء وبيحكي له عن الجيبشنز اللي متجهين لبولفانغر فبيقول له الرئيس إنهم لازم يمنعوهم عشان يقدروا ينفذوا تجربتهم الأولى وهي فصل الشخص عن الرفيق. وبيقرروا إنهم هيجربوها لأول مرة مع ليرا ورفيقها بين. وبنشوف ليرا بعدها وهي ماشية مع جماعة الجيبشنز ورايحين عشان ينقذوا الأطفال لحد ما بيوصلوا لأرض السمود. وبعد ما بينصبوا الخيام بتشوف ليرا في البوصلة بتاعتها كوخ وسط التلج لكنها مش بتكون فاهمة ليه البوصلة بتوريهولها. فبتروح ليرا للدب يوريك وبتخليه ياخدها لمكان الكوخ. وفي الطريق بتشوف ساحرات طايرة فوقيهم فبيقول لها يوريك إنهم بيجهزوا للحرب. فلما بتدخل الكوخ بتتفاجئ بصديقها بيلي ابن السيدة ماكوستا لكنه مش بيكون معاه رفيقه. فبتفهم وقتها إنه اتعمل له عملية فصل الرفيق وبيكون في حالة مزرية. فبترجع لهم ليرا وبيتفاجئوا بيلي معاها وبتاخده مامته وبتفرح برجوعه وبتوعده إنها
إنها ترجع له رفيق روحه، لكن وقتها بتتهجم عليهم جماعة السمود وبيكون هدفهم إنهم ياخدوا ليرا، فبيحصل اشتباك بينهم وبيقدروا إنهم يخطفوا ليرا وبياخدوها، وبتكتشف ليرا إنهم واخدينها الملكة الدببة رغنار. وبنشوف بعد كده سكورزوبي وهو راكب منطاده مع الدب يوريك ورايحين لمملكة الدببة بعد ما عرفوا إن رغنار هو اللي خطف ليرا، وبيكون يوريك عايز ينقذها. وفي مملكة رغنار بتلاقي ليرا نفسها متحوطة بمئات من الدببة، ولما بتقابل ملك الدببة رغنار بتكذب عليه وبتقوله إنها رفيقة الدب يوريك، فلما بيغضب وبيكون عايز يقتلها بتقوله إنه لو قاتل ضد يوريك وفاز عليه ممكن وقتها تكون رفيقته، وبيكون هدفها من كل ده إنها تدي فرصة تانية ليوريك علشان يرد اعتباره ويرجع ملك من تاني. ولما بيوصل يوريك بتروح لليرا وبتفهمه إنها خدعت الملك عشان يقتله من تاني، فبيفرح يوريك وبيروح عشان يقتله، وبيشتد القتال بينهم وبيكون يوريك على وشك إنه يتهزم، لكنه بيفتكر الوعد اللي وعده ليرا وبيرجع يقوم من تاني وبيهزم رغنار. وبترجع ليرا مع يوريك من تاني علشان ينقذوا روجر من عملية فصل الأرواح، لكن ما بيقدرش يوريك يرافقها لأن الجسر اللي المفروض يمشوا عليه ضعيف جدا ومش هيستحمل وزنه، فبيخليها تمر من عليه وبيوعدها إن هو هيلحقها، وبينادي عليها يوريك وبيقولها تستناه لحد ما ينادي سكورزابي، لكنها مش بتسمع كلامه وبتروح بنفسها لمكان بولفانغر وبتكذب على الحارس الخاص بالمبنى وبتقوله إنها تايهة في الجليد، وبتكذب عليه وبتقوله اسم غير اسمها لحد ما بتدخل الأوضة اللي متجمع فيها الأطفال، وهناك بتشوف روجر واللي بيحكي لها عن العملية اللي بيجروها للأطفال، ومن بعدها بينسوا إيه هو الغبار السحري وبيختفي الأطفال اللي بيتعمل لهم العملية، فبتقوله إنها عايزة تروح لمكان فاضي، فبيوديها روجر أوضة تانية فاضية، وبتقعد ليرا في الأوضة وبتحاول تستخدم البوصلة بتاعتها عشان تعرف إزاي هتخرج من هنا، لكن وقتها بتدخل عليها كولتر مع باقي اللي بيشتغلوا معاها وبتقول لهم إنهم ما بقوش محتاجين يقلقوا من أزاريل لأنها عرفت إنه إدى رشوة للي خطفوه وعمل مختبر في أقصى الشمال، وجماعتها رايحين يخلصوا عليه دلوقتي. فبتتصدم ليرا وهي مستخبية تحت الترابيزة، وبعد ما بتخرج كولتر بيحسوا بليرا وبيمسكوها وبياخدوها لأوضة الفصل عن الرفيق وبيحطوها هي وبان، لكن قبل ما تخلص عملية الفصل بتيجي كولتر وبتوقفهم وبتصحى بعدها ليرا وبتلاقي نفسها نايمة جنب بان وقاعدة جنبهم كولتر، فبتخاف منها ليرا وبتسألها هي بتعمل كده ليه، فبتقول لها كولتر إن زمان أجدادهم كانوا بيعصوا السلطات وبيستخدموا الغبار السحري وده خلاه ينتشر في العالم ويمرض الأطفال، والغبار ده موجود في رفاق الأطفال فده بيأثر عليهم بشكل سلبي وبيجيب لهم أفكار سلبية ومشاعر حزينة، وعشان كده لازم يفصلوا رفيقهم عنهم. وبتحكي لها كولتر إنها تبقى مامتها وإنهم أخدوها منها زمان بالقوة وإن أزاريل يبقى باباها، فبتتصدم ليرا وبتسألها مامتها وقتها عن البوصلة اللي اداها لها رئيس الجامعة لإنها محتاجاها، فبتخدعها ليرا وبتديها الصندوق اللي كان فيه النحلة اللي قبضوا عليها، ولما بتخبط النحلة في وش كولتر بتفقد وعيها، فبتجري ليرا هي ورفيقها وبيدمروا جهاز الفصل، فبيحصل انفجار كبير وبيخرج الأطفال من المبنى، لكن بيلاقوا قدامهم جماعة الطرطار ورفاقهم الذئاب وبيمنعوا الأطفال من الهرب، ووقتها بيجيلهم يوريك وبيدافع عن ليرا والأطفال وبيحصل قتال كبير بينهم، وبتساعد ليرا الأطفال في الهرب وبيتدمر المبنى بالكامل. ولما بيحاول واحد من جماعة الطرطار يأذي ليرا بتيجي الساحرة سرافينا وبتنقذها منه، وبتدخل الساحرات وبينقذوا الأطفال لحد ما جماعة الطرطار بيحاوطوا يوريك وبيأيدوه بالسلاسل، لكن بيتدخل جماعة الجيبشنز وبيساعدوا الساحرات وبتشتد المعركة بينهم أكتر، وبيوصل في الوقت ده سكورزوبي وبيساعد يوريك في إنه يتحرر وبيساعد ليرا من جماعة الطرطار لحد ما بتنتهي الحرب بينهم بانتصار الجيبشنز والساحرات، وبيشوف روجر ليرا وهي ماشية فبتقول له إنها رايحة تنقذ باباها أزاريل، فبيقول لها إنه هيروح معاها، وبينتهي الفيلم بوجود ليرا وروجر في منطقة سكورزوبي، وبتشوف ليرا المستقبل من البوصلة وبتقول لروجر إن في مشاكل كتير هتحصل وهيساعدوا في حلها زي إنهم يرجعوا للأطفال رفاقهم واكتشاف العوالم التانية اللي باباها عايز يكتشفها. ولغاية هنا بيخلص فيلم النهاردة، أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية إياد عبد المنصف اللي بنلخص فيها أفلام. سلام.